تخيل لو معاك مذكرات شخص عاش في القرن ال19 وكان شغلانته إن هو بيصطاد أشباح. قصة حقيقية حصلت في القرن ال19 للكاتب إليوت أودونيل، واللي اتعرف إن هو صائد للأشباح. وبتبدأ مذكرات الكاتب إليوت اللي بيقول إن هو ملوش علاقة بعالم الأشباح، وإن هو عمره ما دخل العالم ده، ولكن دايما العالم ده بيمشي وراه. وبسبب ده تقريبا اتعرف في كل حتة إن هو محقق في الأماكن المسكونة والمعروف عنها إن في حاجات غريبة بتحصل فيها. بيحكي إليوت وبيقول إن هو كان عنده امتحان سنة 1892، والامتحان ده كان في مكان بعيد قوي، علشان كده قرر إن هو هيأجر غرفة. بيدخل الكاتب الأوضة وبيحس بشعور غريب قوي، ولكن من تعب وإرهاق السفر بيدخل ينام. ولكن للأسف إليوت بيفضل كل يوم بالليل عنده أرق غريب قوي وحاسس إن في حاجة معاه في الأوضة. ولكن الكاتب بعد كام يوم من السهر بيروح بعد يوم طويل وبيكون عايز ينام. بيطفي إليوت الأنوار وبيخش إن هو ينام، ولكن بيلاحظ إن القمر منور الأوضة كلها، فبيفضل باصص للشباك. ولكن فجأة بيلاقي خيال أسود واقف جنب الستارة، ولما بيلاحظ الخيال ده إن إليوت شافه بيجري عليه ويبتدي يخنقه. وطبعا كل ده هتلاقوه في مذكرات إليوت أودونيل صائد الأشباح، واللي هي عبارة عن 20 سنة من خبرته في عالم الأشباح، اللي مش تندم أبدا إن انت قريت الكتاب ده.